6 فبراير 2021 ما كانش نهار عادي في مدينة سلا. 8 الصباح في حي الرحمة، ريحة الدخان مجهدة فيقات الحومة كلها. النار شاعلة في وحدة من الديور ديال الدرب، استنفار كبير وقع بين سكان الحومة، والغوات كيتسمع من آخر الدرب. سلام، معكم نازو، وأنا مهتم وباحث في القضايا البوليسية والجرائم الغامضة. في هذه القناة غادي نشارك معكم أشهر وأخطر القضايا اللي هزت الرأي العام في المغرب وخارج المغرب. إذا كنتي من عشاق هذا المحتوى ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس، غادي تلقى ديما قضايا جديدة وحصرية في القناة. سكان الحي اتصلوا برجال الإطفاء باش ينقذوا إلى مازال شي حاجة غتنقذ، حيت الطريقة باش كانت كتبان النار كتاكل في المنزل ما كانش عادية. رجال الإطفاء حضروا العين المكان وفي رمشة عين دخلوا للدار كيجريو. الناس كانوا كلشي راجعين للور وهما كيدخلوا في وسط داك الدخان والنار دايرها بهم من كل بلاصة. ما استغرقوش بزاف ديال الوقت حتى قدروا يطفيو ديك النار كلها. دخلوا كيقلبوا في الدار بيت بيت حتى كيدخلوا لواحد البيت كيلقاو واحد المنظر كارثي، صدمة ما كان كيتوقع حتى واحد. 6 ديال الناس، عائلة كاملة بينهم أولاد وزوجين، وكلهم جثث ما بقاتش كتبان حتى الملامح ديالهم. التحقوا في الحين رجال الشرطة وبدات الأبحاث والتحريات من عين المكان. الشرطة العلمية كتبحث على آثار الجريمة، والمحققين كياخذوا الأقوال ديال الشهود من الجيران والعائلة. ومن بداية التحقيقات كانوا عارفين أن الأمر كيتعلق بجريمة وماشي حادث فجائي. أول ملاحظة كانت عند رجال الأمن هو عدم وجود أي دليل ديال شي سرقة. إذن هذا الطرح كان مستبعد من بداية التحقيقات وبشكل واضح، ولكن كان ضروري ما تزيد الابحاث تعمق في الدوافع اللي ادت لهذا الفعل، واللي كيبان ان الفاعل ما ارتكبش هذا الفعل بطريقه عشوائيه وما خلى حتى اثار اللي ممكن يوصل ليه على حساب ما كان كيعتقد. الجريمه كانت منظمه، وكان الواضح ان الفاعل كان عارف شنو كيدير وكان مخطط له كل شيء. وهنا بدات كتوضح الصوره، ورجال الامن كانت عندهم نظريه واحده من بدايه الابحاث: الفاعل ماشي شخص غريب، الفاعل كان شخص قريب من العائلة. لكن شنو كان الدافع اللي خلى واحد يدير تصفية جماعية العائلة كلها بهذه الطريقة؟ واش كان انتقام، طمع، أو شي حاجة أخرى؟ ممكن شي واحد ما بغاش ديك العائلة تكون بمرة، لأن هذه التصفية بهذه الطريقة لاستهداف أفراد الأسرة كاملين ما يمكن إلا تكون من شي حد اللي كيحقد على ديك الأسرة كلها، وهذا كيبان فعل ناتج على شي حقد دفين وقديم. الجيران كانوا في صدمة، كيقولوا بزاف ديال الأقوال، ومن الأقوال ديالهم كان واضح أن العائلة كان عندهم بزاف ديال المشاكل مع بعضهم. الشرطة بدات كتبحث في الماضي ديال العائلة، توصل انهم كانوا كيعيشوا في واحد الحي متواضع، ولكن كان عندهم مشاكل ماليه وكانوا ديما في صراعات على الورث. ولكن واش في نظركم هذا سبب يخلي شي واحد يدير هذا الفعل؟ واش هذا سبب كافي ان شي واحد يرتكب فعل بحال هذا بهذه الوحشيه كلها؟ وإلا كان شي واحد عنده مشكل شخصي مع شي واحد من افراد العائله، شنو ذنب باقي افراد العائله اللي فيهم حتى اطفال مشاو ضحيه هذا الفعل؟ الجيران كيقولوا عليهم انهم كانوا ناس محترمين، لكن ما كانش علاقتهم احسن علاقه. كانوا مره كيوقعوا بيناتهم مشاكل بساط بحال كاع الناس، كانوا معروفين باللي كيخسروا فلوس بزاف وكان عندهم مشاكل ديال الفلوس بيناتهم. التحقيقات بدات في الكشف على المزيد من المعلومات، لقاو بعض الرسائل في الدار وكانت فيها اشارات لمشاكل العائليه، خلافات على الورث وبعض التهديدات بين الافراد. لكن واخا هذا الشيء مازال الناس كيتسائلوا واش الفاعل كان واحد من افراد العائله ولا شي واحد من برا، حيث اكيد تصفيه من هذا النوع مستحيل تكون بسبب اطماع ماديه فقط، واكيد الفاعل كانت عنده دوافع اقوى من هذا الشيء. بعد اسابيع من التحقيقات البوليس بدا في التحقيق مع الابن الاكبر اللي كان غايب وقت الجريمه، واخا كان باين ما كان حتى شي دليل مادي ضده. استمرت التحقيقات مع بزاف ديال المشتبهين، منهم افراد من العائله، جيران، اصدقاء ديال الضحايا، وحتى اشخاص كانت كتربطهم بهم علاقات في الماضي، واللي اكيد ما استدعاهم البوليس حتى كانت عليهم ادله قويه كتورطهم في هذا الفعل، واكيد واحد فيهم كان هو الفاعل. البوليس كانوا عارفين هذا الشيء، ولكن تفاصيل صغيره كانت ناقصه باش يتمكنوا من اثبات التهمه على المشتبه به الاول والمرشح باش يكون هو الفاعل. وهذا الشيء حيث المرتكب كان مخطط لهذا الشيء مزيان، وما كانش سهل نهائيا طيله فتره التحقيقات باش يتم تحديد الجاني، وكانت بزاف ديال الادله اللي كتقرب البوليس من الوصول للمرتكب، ولكن كان شي حاجه ناقصه في هذه الجريمه. تفاصيل صغار كانوا بين المحققين وبين حل هذه القضيه. هذه القضيه ما كانتش سهله نهائيا، وكانت واحده من اعقد القضايا الجنائيه اللي دازت في تاريخ المغرب. العائله ديال الضحايا كيتابعوا القضيه وكان عندهم امل في العداله، ولكن باقي بزاف ديال الاسئله، باقي الخوف، باقي الغموض اللي كيحوم حول هذه الجريمه. بعد 3 سنوات من البحث والتحقيق الحقيقه خرجت للنور، وكانت حقيقه صادمه، وحيد حتى جريمه ما كامله وخا الجاني حاول يحرق كل الادله، الا ان الشرطه تمكنات من اخذ عينات من الADN ديالو وخذت بصمات كذلك من مسرح الجريمه. الشرطه راقبت التحركات ديالو وعرفوا انه كان في مسرح الجريمه ليله ارتكاب الفعل. الفاعل ما كانش براني نهائيا على العائله، كان من داخل العائله نفسها ومن نفس الدم، شخص ما كان حتى واحد كيشك فيه،
الشخص هذا معروف عند العائلة كلها، زائد أنه كان كيعيش بعيد على العائلة، كان كيعيش خارج المغرب. ولكن تحريات الشرطة بينات أنه كان في المغرب ليلة ارتكاب ديك الفاجعة. ارتكب الفعل ورجع بسرعة للدولة اللي كيعيش فيها في أوروبا بلا ما يعرف حتى واحد وبلا ما يخليه حتى أثار كيف كان كيعتقد. ولكن الشرطة كانت مراقبة التحركات ديالو وعرفوا أنه دخل المغرب قبل ذاك النهار اللي وقعت فيه ديك الفاجعة، وعاود خرج من وراها بمدة قصيرة ورجع في حاله. والجاني كيف ما كان حتى واحد كيتوقعها هو الأخ ديال الضحية. الجاني كان هو أخ الضحية اللي كيعيش في إسبانيا، واعترف أمام الشرطة من بعد ما تم إلقاء القبض عليه أن الدافع اللي خلاه يرتكب هذا الفعل الإجرامي هو مشكل كان بينه وبين خوه في تقسيم الإرث. ملف القضية هنا تسد والعدالة خدات مجراها والجاني تحكم بالمؤبد. ولكن القضية خلات صدمة كبيرة في الرأي العام وخلات بزاف ديال الأسئلة كيدوروا في الأذهان، وكانت هذه واحدة من أغرب القضايا اللي عرفها المغرب. ما تنساوش تدخلوا لي في التعليقات شنو رأيكم في هذه النهاية. واش كنتو كتظنوا أن الجاني هو أخ الضحية، ولا بغيتو نكملوا في هذا النوع ديال المحتوى؟ خلوا الاشتراك وفعلوا الجرس حيث القضية الجاية ممكن تكون أغرب من هذا الشيء.